من فترة طلع ترند على السوشيال ميديا الناس فيه بتقارن ممثلين من زمان بممثلين دلوقتي وهم في نفس المرحلة العمرية تقريبا، وبيلاحظوا ان نجوم زمان بيبان عليهم السن اكتر من نجوم دلوقتي في نفس العمر بالظبط. وخليني اكون واضح، ده مش عيب فيهم ولا تقليل من قيمتهم، دول عمالقة وفنانين بنحبهم ونحترمهم. بالعكس، الملاحظة دي بتأكد نقطتنا بالظبط. نجوم زمان كانوا اصحاء بالفطرة، بالاكل الحقيقي والحركة الطبيعية اللي كانت جزء من حياتهم، من غير ما يكون عندهم العلم والوسائل اللي عندنا دلوقتي. اما النهارده النجم اللي بيهتم بصحته عنده كل حاجة تحت ايده، علم تغذية، تمارين منظمة، اطباء، متابعة دقيقة. وهنا بالظبط الدرس اللي يخصك انت. المفروض اننا كل العلم والوسائل دي نوصل لصحه احسن واطول من اجدادنا، مش نستخدم رفاهيه العصر عشان نوصل للتخن وقله الحركه. عندنا ادوات اجدادنا ما كانوش يحلموا بيها، والمأساة الحقيقيه اننا مش بنستغلها صح. زمان كانت الصحه بالفطره لان ما كانش في بديل، دلوقتي الصحه بقت اختيار وعندك كل اللي يخليك تختارها صح. ودلوقتي اهم نقطه ويا ريت توصلك بالظبط، اجدادنا ما كانوش بيحاولوا يخسوا، ما كانوش بيعدوا السعرات ولا يحرموا نفسهم. الفرق ان البيئه اللي كانوا عايشين فيها كانت بتخليهم يتحركوا وياكلوا اكل حقيقي بشكل تلقائي. البيئه كانت شغاله في صالحهم، واحنا العكس بالظبط. البيئه بتاعتنا متصممه من غير ما تقصد انها تخليك تتحرك اقل وتاكل اكتر واسوأ. الاكل مصنع في كل مكان وارخص، والابلكيشنز بتجيب لك اي حاجه، والعربيه بتوصلك لباب اي حته، والشاشات بتخليك طول النهار قاعد. فلما تحس انك مش قادر تتحكم في نفسك، افهم انك مش بتحارب ضعفك، انت بتحارب بيئه كامله متصممه ضدك. وده مش كلام يحبطك، ده كلام يحررك من اللوم. وعشان كده الحل مش اراده اقوى، الحل انك تبني جزء صغير من بيئه اجدادك جوه حياتك. امشي بدل ما تركب لو مشوار قريب، اطبخ في البيت اكتر حتى لو حاجه بسيطه. خلي الاكل مصنع استثناء مش الاساس. حرك جسمك في يومك العادي مش بس في الجيم. انت مش محتاج ثوره، انت محتاج ترجع شويه من العادات اللي كانت طبيعيه زمان، واحده واحده. في المره الجايه اللي تبص فيها لصوره قديمه وتقول ليه كانوا احسن مننا، افتكر ان الاجابه مش انهم كانوا اقوى منك او اكتر انضباطا، الاجابه ان العالم من حواليهم كان مختلف. هم ما اتغيروش، الدنيا هي اللي اتغيرت. والخبر الحلو انك تقدر تختار اجزاء من العالم القديم ده وترجعها، مش كله طبعا، بس اللي هيفرق. ابدا بحاجه واحده الاسبوع ده. قول لي في الكومنتات ايه اكتر حاجه فاكر ان جيل جدودك كانوا بيعملوها واحنا بطلناها. ولو الفيديو عجبك ابعته لحد من العيله، يمكن يفكرنا كلنا بحاجه كنا ناسيينها. Stay safe.